طبيعي إن كل مبدع في مجاله هيجي عليه وقت وينهي مشواره الإبداعي، بس لما المرض يكون هو السبب بتكون النهاية حزينة حتى لو كانت مفروشة بشوية سعادة. بطل فيلم أمبريكابل ما طلعش غير قابل للكسر ولا حاجة، والمرض كسره وأنهى مشواره الإبداعي، واتحط في حيرة إنه يليف فري ولا يداي هارد، اللي هتكلم عنه فنان اتولد في مارس سنة 1955، اللي يصادف إنه يبقى نفس الشهر اللي اعتزل فيه التمثيل، النجم العالمي بروس ويلز. كنت تعرف انه اعتزل اصلا؟ النجم بروس ويلز غني عن التعريف، وليه افلام كتير بنحبها ومن افلامنا المفضله زي ذا سيكس سنس، اوشن 12، ريد 1 و 2، سين سيتي، لاكي نمبر 7، جي اي جو، لوبر اند ماذرلس بروكلين، وغيرها كتير من الافلام اللي شارك فيها وكان بطلها. واللي اتشهر بيها اكتر هي افلام الاكشن. في شهر مارس سنه 2022 اعتزل بروس ويلز التمثيل عن طريق اعلان رسمي من عيلته، وده كان بسبب اعراض مرضيه ظهرت عليه زي مشاكل في الحركه وفي الكلام، وطبعا كنجم كبير ما ينفعش يستمر في التمثيل وهو في الحاله دي. وفي فبراير 2023 اتشخصت حاله بروس بمرض اسمه الخرف الجبهي الصدغي او FTD رسميا. ايه هو مرض الخرف الجبهي الصدغي ده؟ او بمعنى اخر الاضطرابات الجبهيه الصدغيه. هو مرض بيحصل نتيجة تلف الخلايا العصبية في الفصوص الأمامية والصدغية للدماغ، وليها أعراض مختلفة زي صعوبة التواصل وصعوبة أداء العمل وصعوبة المشي. مرض FTD يعتبر من الأمراض النادرة واللي بتحصل بدري عن توقيت الإصابة بالأنواع التانية من أنواع الخرف. 60% من المصابين بالمرض ده أعمارهم ما بين ال 45 وال 64 سنة. المرض النادر ده واللي ممكن كتير منكم يبقى أول مرة بيسمع عنه من الأمراض التقدمية، يعني مع مرور الوقت بتزيد أعراضه وفي المراحل المتقدمة منه كمان. مش بس كده، المصابين بمرض FTD بعد التحاليل وفحوصات الدماغ واللي بتكون الفيصل الوحيد اللي بيأكد المرض بيبقى صعب التنبؤ بالمدة اللي هيعيشوها. ما تتخضش، الخرف الجبهي الصدغي مرض بيقتل المصاب بيه، تلف في خلايا المخ. حسب الحالات اللي اتصابوا قبل كده بنفس المرض، في منهم اللي عاش 10 سنين بعد التشخيص، وفي منهم اللي بيعيش اقل من سنتين. الحزين ان المرض ده لحد دلوقتي ملوش علاج ولا حتى اي تدخلات طبيه تبطئه او توقف تطور المرض باعراضه، بس في طرق لمساعده المريض والتخفيف عنه ومشاركته اغلب الوقت واداره شويه مشاكل في الكلام والتواصل مع اللي حواليه. صحيح مفيش كبير على المرض، لكن من الامور الحزينه ان احنا نشوف بروس ويلز من ايام في فيديو ليه مع عيلته وهم بيحتفلوا بعيد ميلاده وهو عاجز عن الغنى معاهم هابي بيرثداي، وباين عليه جدا التعب وابتسامته حزينه. نجم كبير ليه تاريخ وافلام هتعيش لسنين طويله. يا ترى ممكن يبقى ليه نصيب من اسم اشهر افلامه ويداي هارد؟